القادم أجمل، وستلقى خيرا ما دمت تؤمن، ما دمت تسعى، ما دمت تأمل، فالقادم أجمل. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. نحب نرحب بالطبيعة بالمشتركين اللي دخلوا جدد القناة والمشتركين اللي قدم. مرحبا بكم الناس الكل. ميرسي بوكو يا فاتن، يرحم والديك على التعليق اللي كتبتيه لي أمس. ونحب نشكر فاتن، إيمان، عبير، عبورة، برشا البنات الكل. إن شاء الله بقدرة ربي في فيديو آخر نقرأ لكم هكا تعليقات ونسميكم الكل. ربي يبارك لكم الكل. محلاك يا فاتن ومحلى أخلاقك. بالرسمي كلامك ما ينجم يعبر كان على أخلاقك النبيلة وروحك السمحة وقلبك الطيب. ميرسي بوكو. يعطيك الصحة. حتى أنا راني نحبك برشا رغم أني ما نعرفكش، أما صدقوني وين نقرأ هكا تعليق يفرحني. نضحك كأنه إنسان هكا قاعد قدامي والكل قال لي الكلام هذاك. ربي يبارك لك وربي يفضل لك صغيراتك، وربي يبارك لك في ربي يبارك لك في صحتك. بالطبيعة نحب الناس الكل معناها اللي يكتبوا لي معناها، والكل حتى اللي ما يكتبوا ليش مرحبا بكم الناس الكل. وربي يبارك لكم. وكهو حصيلوا البنات لهنا ما نحكي لكم مش طقس شتوي لهنا في قفصة. حصيلوا البارح في الليل باتت الدنيا عجاج برشا وولت نسمة باردة على الاخر. حصيلوا ما كنت تعرفوا روحت معناها حنيت وروحت. ما نظفتش الكوجينة حتى الماعون هذاك اللي معناها الماعون اللي نظفته متاع الغداء وخليته يستقطر معناها على اساس باش يشيح ونرجعه. المهم حصيله تعبالي بالغبرة يا اخي، قلت خليني نعاودوا الكل وننظف الكوجينة الكل. ما تصوروش كمية التراب وكمية الغبرة اللي نلقى فيها الكوجينة، الشبابيك والتراس والغاز فوق منه هكا طبقة متاع غبرة. اما بالرسمي قالوا النهارين هذوما باش يجوا باردين معناها السبت وحد ان شاء الله يا ربي، خاطر عنا مناسبة نهار لحد. ان شاء الله يا ربي هكا يفرحنا والكل. ما تصوروش البنات هذه ممكن بعد 3 سنين، ممكن ملي توفى بابا عنده 3 سنين وشوي. ما فرحنيش هكا فرحة باهية في عائلتنا معناها فهمتوا. توفى بابا بعد توفت جداتي، ان شاء الله ربي يرحمهم وان شاء الله ربي ينعمهم ان شاء الله في الجنة يا ربي. حصيلوا ملي كيما قلت لكم عنا جيت 3 سنين ما فرحناش هكا فرحة سمحة. فيعني طهرت هو طهور بنت عمي وبنت خالتي في نفس الوقت فهمتوا. حصيلوا عائلة واحدة رانا قديش معناها اعتبارها معناها اخوات ماناش بنات عم والكل. تحسنا عائلة واحدة ما فهمش هكا فرق. حصيروا نحبوا بعضنا على الاخر، وممكن اكثر في بنات عمي في بنات خالاتي اكثر معناها زوز عائلات متفاهمين احنا ودار عمي هذا اللي بنته باش تطهر. خاطر سبحان الله نحسهم عائلة واحدة. عمي سمح على الاخر. توفى بابا، هو توفى بلاصة بابا الله يرحمه. سمح على الاخر باهي طيب. ما تصوروش بالحق. ممكن كيف هو بلاصة بابا ما يعوضها حتى حد. اما بالحق عمي قديش كي نشوف خياله برك نتذكروا بابا والكل. ان شاء الله ربي يرحمه، ان شاء الله ربي يفضل لي اعمامي كل وعمي هذا. وخالتي بالطبيعة هي احلى خالة عندي. بالرسمي هي احسن خالة عندي، ربي يبارك لها وربي يفرحها هكا بصغارها وبولادها وان شاء الله تشوفهم هكا معناها فرحانين والكل. المهم البنات نرجعكم لهنا للتعليق ان شاء الله بقدرة ربي البنات باش نصور لكم فيديو هكا، خاطر هما يعرفوا معناها ديجا يتفرجوا فيا ويعرفوا القناة والكل ما يقلقهمش فهمتوا. كيما قلت لكم رانا عائلة واحدة بقدرة ربي تو نصور لكم هكا فيديو سمح شنو بالطبيعة باش نلبس. باش نصور لكم الاجواء الكل بقدرة ربي. الحصيل البنات اللي هنا باش نرجع نعلق لكم على الفيديو. هبطت الصباح البنات مشيت هكا عندي قضية ناقصين، مشيت هبطت قضيتهم وتعدينا المرش الحوت. حصلوا شريت سردينة بالطبيعة قلت له نظفها لي، خاطر بصراحة ما عنديش هكا وقت باش ننظفها. راهو كيف تطلب منه انه ينظفها البنات ينظفها لكم راهو غادي عادي. ديجا هي سردينة خشينة بالكدا. ديجا 2 كيلو ب10 آلاف. قبل في بالي 3 كيلو ب10 آلاف، 2 كيلو ونص ب10 آلاف. اما هذه راهي خشينة بالكدا حصيلو 2 كيلو ب10 آلاف.
خذيت 2 كيلو وقلت له نظفها لي. مشيت قضيت القضيات ورجعت نلقيهم حق نظيفين. روحت ركحتهم حصيلوا في حطيتهم البنات راهو في بوات كبيرة في بيت الثلج وكهو. وكعبت الكريفات هذوما في اخر كي جيت خارجه معايا باش نهز السردينه تلفت هكا نلقاها خشينه بالكدا وكل قلت خليني نشري. زين كيما تعرفوا البنات راهي الكريفات غالية على الاخر. المهم الكيلو ب45 ولا 46 هكاكا. خذيت 4 كعبات المرة الأولى والله البنات زعما باش ناخذ كعبتين كهو. ومن بعد قلت هاي خليني ناخذ كنت تعرفوها الكريفات تبدا صغرونة بالكل طيبة تجي صغيرة بالكل. المهم حسيت قلت خلينا ناخذ 4 كعبات وكهو ماكم تعرفوها معناها راس ورويس اش ما جا معناها يكفي وكهو مش عايلة معناها باش تشتري كمية كبيرة. المهم البنات نظفتها بالباهي القشور هذيك متاع الكريفات راني ما نطيشهاش نغلاها والماء هذاك نصفيه ونمرق بيه فهمتوا خاطر بينا كل فيك القشور هذاك وكل السر معناها متاع الكريفات راهو في القشور. يعني ما تطيشوش نظفوا نظفوا الراس والقشور وغلوها راهي تجي بنينة على الاخر مع صوص هكا متاع مقرونة في مع هكا رشة كمون. نودكم ولا نشهيكم احصيل وروحت ديريكت معناها ركحت اللي جار تحت من السردين وكانش راني ننظف فيها وراني تعبت فيها بصراحة حنتي ماذا بيب انقص معناها انقص تعامل مع الماء وكهو. الحصيل ريتو لهنا البنات بعد لا غلت ماكم تعرفوا باش تغلى الطماطم الصوص تغلى بالباهي باش الطماطم المعجونة طيب بالباهي وما تقعدش هكا فيها قروسية والكل. حصيل هنا البنات الثوم وعملت راس ثوم وهرسته بالكمون. يجوا البنات لهنا بعد لغلت والصوص قلبته خسير هكاك قبل معناها ما نرمي الكريفات ديجا بعده ديريكت شفتوا البنات غير راهم كل سيكونس وحدها ما كيف تلصق هكا سيكونسات تجي كأنه بالضبط بعدها فهمتوا. حسيلو نرميها هكا في الصوص ونخليها تطيب راهي حكاية درجة ونص البنات ما فيهاش روح في ساعة ما تطيب نغطيها نعمل عليها بالطبيعة رشة متاع كمون ونخليها تطيب. ديجا كما شفتوا معنا رشة الكمون رشة الكمون ديجا مازالت حاسيلو باش نخرج هكا كعبات الكريفات وباش نصفي المقرونة ونخلطها ديريكت غادي في القصرونة هذيك. وهذا كان غدانا بالطبيعة البنات بالطبيعة هذا غدا وعشاء فما حتى حاجة تترمى بالرسمة مدومني معناها مدامني محنية يلزم غدا وعشاء وكان لزم فطور صباح. المهم حصيرو أقل تعامل مع الماء. لهنا البنات باش نحط هكا في الصحن هكا باش نقسم على الصحن وبطبيعة شوية دلاع ويفضل من عند ربي. حصيلو البنات هكا نخليكم مع نهاية الفيديو سيوصلنا ان شاء الله بقدرة ربي استنوا مني فيديو غدا باش يكون هكا فيديو متاع السهرية في دار بنت عمي وكهو حصلوا بسلامة البنات في امان الله ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد.